عليكم. الفيديو ده عبارة عن مراجعة لهاتف اقتصادي من اوبو، وهو الاوبو A6X، وهنقول على ابرز مميزاته وعيوبه وهل يستحق التسعير ده. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة، اكيد اشتراكك بيدعمنا. ويلا بينا. اولا التصميم جاي باختلاف بسيط جدا ما بين النسخ السابقة، اللي هي في طريقة الكاميرات، اللي هي الاي 5 والاي 5 اي والاي 5 اكس. لكن هنا الوانه بتعمل انعكاسات، لكن للامانه الجهاز بيبصم. الظهر ده بيبصم معاك، يعني ما يفضلش ان انت تستخدمه من غير جراب، لان الجهاز نفسه بيبصم. والموبايل جاي بحوافل الشاشه، يعني مش هقولك صغيره ومش كبيره، هي حاجه متوسطه. لكن شكل النوتش ده بالنسبه لي هو شكله كويس، وتصميم الشاشه كده بالنسبه لي مقبول. ودايما انا بالنسبه لي تصميم الاوبو بيكون كويس في مسكته. توزيع الوزن نفسه، مع لان الموبايل يعتبر تقيل شويه، هو مش تقيل لكن تقيل شويه يعني بالنسبه لموبايلات 2026. لكن بالنسبه لي الموبايل في مسكته كويس جدا. اما بقى شهادة مقاومة الماء والغبار، هو جاي بشهادة IP64، ودي لمقاومة طرطشة الماء الخفيف. وزي دايما ما انا بقول في فيديوهاتي، حتى لو جاي بشهادة غمر ما تحاولش تجرب الميزة دي. وكعادة اوبو، البصمة على زرار الباور وشغالة معاك بطريقة كويسة جدا، شغالة معاك بسرعة كعادة اوبو طبعا. في البصمات حتى لو على الشاشة، اوبو بالنسبة لي من اسرع البصمات اللي انا شفتها في الفئات الاقتصادية. اما بقى شاشة الموبايل نفسه، شاشة الموبايل جاية IPS LCD بحجم 6.75 بجودة HD بلس. وجودة ال HD بلس دي بالنسبة لي كفاءة لأ، مش هي الأفضل، لكن جاية بتوزيع بكسلات 256 بكسل. ودي حاجة يعني ايه، مش هتكون الافضل في توزيع البكسلات. لكن الشاشة جاية بسطوع 1100 نيتس او 1125 نيتس وبتردد. الميزة بقى هنا ان الشاشة نفسها جاية بتردد 120 هرتز، وبالنسبة لي دي ميزة من مميزات الموبايل. اما بالنسبة للاداء والمعالج، فالموبايل جاي بمعالج من شركة كوالكوم، وهو سناب دراجون بمعمارية 6 نانومتر، ومتوفر بإصدارات 4 جيجا مع ذاكرة داخلية 64، و4 رام مع ذاكرة داخلية 128 جيجا. المعالج هنا كويس كفاءة سعرية، لأنه بيجي على موبايلات أغلى من الموبايل ده. لكن اللي مش عاجبني هنا إنه غير متوفر منه غير ال4 جيجا رام. يعني أنا كنت أتمنى ينزل منه نسخة 6 جيجا رام على الأقل، مش هقول 8، لكن كانت هتدي أداء أفضل من ال4 جيجا رام، لأن ال4 جيجا رام النهاردة كاستخدام مش هما الافضل في اي موبايل عامه، مش الموبايل ده. اما بقى كاستخدام موبايل، الموبايل كاستخدام يومي معاك كتصفح وسوشيال ميديا ومشاهده محتوى، لا هيديك تجربه مرضيه جدا، بل تكاد تكون ممتازه في الفئه السعريه دي. لكن بالنسبه للالعاب مش هيقولك انا مش هلعب معاك، لكن ما تنتظرش من 4 جيجا رام اداء في الالعاب، اداء مثلا يكون عالي. لا طبعا اكيد 4 جيجا رام مش هتديك اداء عالي في الالعاب. اما بقى كاميرات الجهاز، هنا كاميرات الجهاز جاي بكاميرا رئيسية 13 ميجا بكسل، وكاميرا امامية بدقة 5 ميجا بكسل. وفي بعض الاعلانات بتقولك ان في بعض النسخ منه جاي بكاميرا امامية 13 ميجا بكسل، لكن انا النسخة اللي موجودة معايا 5 ميجا بكسل ككاميرا امامية. اما بقى كتجربة تصوير، التصوير في الاضاءة كويسة، هتاخد صور ممتازة، ونفس الفكرة في الكاميرا الامامية. يعني خلينا ناخد صورة كده بالشكل ده كده، وهنصور وهنشوف الصورة دي كده بالطريقة دي. لا الصورة فيها تفاصيل كويسة، بس هو بيحتاج إضاءة كويسة عشان يديك تجربة تصوير مرضية، أو تكاد يعني مش هقول ممتازة، لكن هي تجربة تصوير مرضية للاستخدام الشخصي. أما بقى هنا البطارية بتيجي ب6500 ملي أمبير، ودي ميزة من مميزات الموبايل. وبصراحة من خلال التجربة البطارية بتديك أداء ممتاز، مع دعمه لسرعة شحن 25 واط. ولكن كتجربة شحن، الموبايل ده بيطول على الشحن، بياخد ممكن أكتر من ساعتين لما يشحن البطارية 100%. بس بعيدا عن سرعة الشحن دي، أنا بقولك أداء البطارية ممتاز في الموبايل ده. أما بقى الشبكات والمكالمات، كعادة أوبو تعتبر من أفضل الشركات اللي موجودة في جودة الشبكات والاتصال والواي فاي والحاجات دي كلها. كتجربة لأ، أوبو أنا بالنسبة لي من أقوى الشبكات اللي موجودة. وكمان الصوت هنا أحادي، مش
ستيريو، ودي بالنسبة لي كانت يعني كانت ممكن تظبط أكتر من كده شوية، تعوض معايا نقطة الشاشة حتى مع مشاهدة المحتوى. لكن أنا تعالى بقى أقول لك سعر الموبايل وأبرز مميزاته وعيوبه. سعر النسخة ال464 وقت تصوير الفيديو 6000 جنيه مصري، بما يعادل تقريبا 128 دولار. والنسخة الأربعة 128 ب7000 جنيه، بما يعادل 148 دولار. أما مميزات الجهاز بقى، بالنسبة لنا من مميزات الجهاز كتجربة، البطارية هنا بتديك أداء ممكن هيقضي معاك اليوم مرتاح، وهيقعد معاك لتاني يوم. لو انت ما بتحبش تشحن الموبايل بالليل، هيقعد معاك لتاني يوم. اما بقى الشاشة تحت اشعة الشمس بتشتغل، هي بتديك سطوع، هو مش الافضل في الفئة، لكن مش هيقابلك معاها اي مشاكل. وكمان مدخل ال3.5 ملي بالنسبة لي لما بلاقيه في موبايل النهاردة، بحس ان الشركة نفسها حاسة بالناس اللي مش حابة تستخدم ايربودز، او ما بتحبش تزود على نفسها تكلفة. فبالنسبة لي ده بيكون ميزة من مميزات الجهاز. اما بقى عيوب الجهاز، الكاميرات تجربتها متواضعة، خاصة الكاميرا السيلفي هنا تجربة متواضعة، مش هتديك افضل اداء في الفئة السعرية دي. تجربة الكاميرا السيلفي بصراحة هنا متواضعة جدا. والكاميرات الخلفية تجربة على الفئة السعرية مرضية، ما هي مش هقولك متواضعة. والوزن هنا تقيل شوية، كموبايل في 2026 الوزن زاد شوية. والشاحن بطيء. بالنسبة لي دي كانت أبرز عيوب الجهاز. وما تنساش لو استفدت ما تنساش لايكك واشتراكك في القناة، ولو عندك أي استفسار سيبهولي في تعليق.